وكمل عندنا هذا الحلا الرمضاني اللي بنذوق ونطرينا بالطعم. اسمعوا لي القرمشه. الحلا اللبناني بطريقه مختلفه وكلش راح يعجبكم. هذه واحده من العجينه مال البقلاوه الجاهزه، قطعها الى 3 قطع بهاي الطريقه اللطيفه ونسويها هيك، وهم نقطعها بهاي الطريقه. يا جماعه الخير اريدها بهذا الشكل، خليها بصينيه الفرن. بعد ما قطعناها بهاي الطريقه ندهنهن بالسمنه، نحطهن على الفرن، والفرن محمي سابقا، نخليهن على النار الوسط. لتر الحليب كامل الدسم، نضيف نص كوب نشا، نعطيه الخلطه نعدله على مود حتى ما يصير بيه تكتلات. ناخذن على الطباخ. ما ثقنا عندنا القوام ندير نص علبه حليب محلى، واحد من القشطه، نعطيه خلطه نعدله، وكملت عندنا القشطه وصار القوام كريمي. وطلعنا عجينه البقلاوه، ونحشي عجينه البقلاوه بالقشطه، وما كملناها بالقشطه، ونعطيه فستق حلبي رشه معدل.